ملعب المريخ في أم درمان. هنا اجتمعت الجماهير الغفيرة لتناصر معشوقين لا ثالث لهما في البلاد السمراء، فبين الزعيم وسيد البلد صراع من نوع خاص يوشك على الانطلاق، وقبله دقيقة صمت ترحما على روح طبيب الهلال إبراهيم حسن، واجب يسبق انطلاق درب السودان بين المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا. في صراع الإخوة اليوم سيتم فعل أي شيء لتجاوز سقطة الخسارة، ما يفسر وتيرة التنافس العالي منذ البداية. أما هدف السبق فلم ينتظر أكثر من 9 دقائق لينتصر به محمد عبد الرحمن لفريقه المريخ بطريقة لا تحتاج التعليق، فيما حملت الدقيقة 22 هدف تعديل النتيجة المرفوض بداعي التسلل. أجواء الديربي القوي تواصلت، وفيها استبسل ماكسيم مدافعا عن الهلال. حاول الموج الأزرق بلوغ شباك المنافس مرة أخرى، غير أن حصن الزعيم كان منيعا، وبسرعة قام جنوده بإغارة جديدة لإسقاط سيد البلد بالثاني، وكما عودنا وقف ماكسيم لا بل سقط بالمرصاد. في الشوط الثاني كان من المفترض أن يعوض الهلال ما فاته، لكنه تفاجأ بصفعة خاطفة أخرى من لاعبه السابق محمد عبد الرحمن. المريخ يتقدم بهدفين ولا شيء للهلال حتى الآن، وضع مقلق للهلاليين الذين باتوا يواجهون شبح توقف قطارهم عند محطة دور المجموعات. معطن أسهم في تحصيل محمد موسى هدف تقليص الفارق بحلول الدقيقة 65. هدف وحيد لم يكن كافيا لسيد البلد للمحافظة على حظوظه في المسابقة القارية، عكس زعيم الكرة السودانية الذي فرض بانتصاره حقا مشروعا لمواصلة السعي وراء بطاقة العبور. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وأننا أمام ضرورة الفوز لنبقي على حظوظنا، وقد حققنا مرادنا ولو بصعوبة بالغة، لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث. الآن نحن نحتاج نقطة واحدة أمام نجم الساحل كي نتأهل، وسنعمل ما بوسعنا لننجح في رهاننا.